يلا يا ماما نونة احكيلنا حكاية جديدة. أحمد قال لماما صباح الخير يا ماما. ماما ردت عليه وقالت له صباح الخير يا حبيبي، انت عامل ايه؟ قال لها الحمد لله بخير. يلا بقى يا ماما، انا هدخل الحمام عشان اتوضى واصلي علشان المدرسة. ماما قالت له يلا اهو، وانا بحضر لك اللانش بوكس بتاعك. اوعى يا احمد ما تاكلش السندوتشات كلها اللي فيه. قال لها لا يا ماما، انا هاكل كل السندوتشات اللي فيه. انا متحمس قوي قوي ان انا اروح المدرسة الجديدة اللي انتوا نقلتوني فيها. قالت له باذن الله تكون مدرسة حلوة وتعجبك، واصحابك كمان تحبهم ويحبوك يا حبيبي. قال لها باذن الله يا ماما. دخل احمد واتوضى وصلى، وبعد كده لبس الهدوم بتاعة المدرسة بتاعته، وقال لماما مع السلامة يا ماما. ماما قالت له مع السلامة يا حبيبي. راح أحمد ركب الباص بتاع المدرسة بتاعته ودخل المدرسة، وأول ما شافها عجبته جدا، وقال الله دي مدرسة جميلة قوي، دي أحسن من المدرسة بتاعتي بكتير. هو ماشي كده خبط فيه واحد اسمه محمد. قال له أنا آسف آسف والله مش قصدي. قال له أحمد لا ما يهمكش حاجة، أنا لسه طالب جديد هنا في مدرستكم. أنت في سنة كام؟ قال له أنا في سنة تالتة. راح محمد قال له وانت في سنة كام؟ قال له انا في سنة تالتة كمان. راح قال له يلا ان شاء الله نكون في فصل واحد، وودعوا بعض عشان خاطر يقفوا في الطابور، وبعد كده طلعوا على الفصول بتاعتهم. وفعلا يا حبايبي احمد ومحمد طلعوا في فصل واحد. وراحت المدرسة دخلت الفصل وقالت لأحمد قدم نفسك يا أحمد لزمايلك علشان خاطر يتعرفوا عليك. أحمد فعلا طلع وقال لهم أنا اسمي أحمد، وأنا أتمنى إن أنا أكون ضيف خفيف عليكم وتحبوني وأحبكم ونكون صداقات مع بعض. وراح دخل الفصل وكل الطلاب سقفوله. وبعديها أحمد بدأ اليوم الدراسي بتاعه وقعد جنب محمد يا حبايبي. هما الاتنين كانوا شاطرين جدا. وفي الفسحة خرجوا وقعدوا ياكلوا بقى سندوتشاتهم وكده. فمحمد قال لأحمد يلا نلعب بالكورة. راح أحمد قال له معلش أنا آسف مش هينفع ألعب. قال له خلاص طالما أنت مش هتلعب أنا كمان هقعد وألعب معاك هنا. راح قال له شكرا جدا يا محمد، أنا على فكرة تعبان وما بينفعش ان انا اجري واتنطط زيكم، لان انا عندي القلب، لاني انا قلب ضعيف وكده. راح قال له الف سلامة عليك، انا من النهاردة اي لعبة انت هتختارها انا هلعبها معاك، واحنا هنكون اصدقاء لغاية العمر كله. فرح جدا احمد. وراحوا يا حبايبي خلصت الفسحة وكل واحد طلع على فصله، وبعديها اليوم الدراسي خلص. ويروح أحمد وقعد يحكي لماما على المدرسين وعلى المدرسة، وقعد يقول لها إن محمد ده طيب جدا جدا يا ماما. قالت له ربنا يا حبيبي يرزقك بالطيبين دايما. وبعد كده أحمد دخل واتغدى، وبعد ما اتغدى دخل كتب واجباته، وبعديها قعد شوية مع ماما واخواته. وبعد كده جه وقت النوم، وتاني يوم يا حبايبي راح أحمد المدرسة. ولكن في المدرسة لما راح وعدى كذا حصة، جت حصة الألعاب ونزلوا كلهم. وكان المدرس طبعا عارف حالة أحمد كويس جدا. ولما راحوا عشان يلعبوا ويتنططوا ويجروا أحمد قعد على جنب، وراح جه محمد قعد جنبه. وراح قعد زميل ليهم وحش، وكان بيعمل حاجات ما بتعجبش المدرسين ولا كمان بتعجب الطلبة. قعد يتنمر عليه ويقول له ايه هو انت ضعيف قوي كده مش قادر تقوم تلعب معانا؟ ما تقوم كده العب واتحرك، هو انت ما بشوفكش خالص ان انت بتتحرك؟ ولا انت ايه؟ حتى ده انت حتى مش تخين ولا حاجة يا اخي. قوم يلا كده وريني شجاعتك كده وتنطط يلا والعب زينا. راح محمد وقف له وقال له لو سمحت ما تجيش عند زميلي، ولو سمحت روح انت العب وسيبنا براحتنا. فراح قعد يقول له لا بقى مش هسيبكم براحتكم، وايه رأيك بقى تعالى اعمل معايا سباق جري عشان اشوفك انت قوي ولا لا. راح محمد قال له احمد مش هيعمل معاك حاجه ولو سمحت سيبه.
راح المدرس شافهم وعرف المشكلة وقعد يزعق لزميلهم وقال له انت مالكش دعوة، يلعب ما يلعبش، اوعى ابدا تأذيه. وانت فاكر يعني لما انت بتعمل كده انت كده كويس؟ انت كده مش كويس خالص. ما تتنمرش على صديقك وما تسخرش منه، هو يقدر يعمل اللي انت بتقدر تعمله ده كله، لكن احمد عنده حالة خاصة وملكش دعوة بيه. مش هينفع يلعب معاك، يعني مش هينفع يلعب معاك، سيبه واسكت. راح فعلا يا حبايبي مشي. ولكن بعد ما خلصوا اليوم الدراسي خرجوا بره، راح قعد يغلس عليه تاني ويقول له شكلك انت ضعيف كده وشكلك ما بتعرفش تعمل اي حاجة. راح قال له لو سمحت خليك في حالك، علشان خاطر انا مش عايز اذيك، انا ممكن انا كمان اذيك بالكلام. راح قال له والله طب وريني كده. راح محمد قال له خلاص يا احمد ما تكلمهوش. فراح فعلا احمد سكت وسابه. وبعد كده يا حبايبي تاني يوم في المدرسة المدرس اجتمع بيهم وقال لهم إن إحنا ما ينفعش نسخر من بعض، ما ينفعش زميل لينا يبقى تعبان ونضطر إن هو نخليه يعمل حاجات ما ينفعش يعملها، وبكده ممكن يأذي نفسه. يا حبايبي أحمد تعبان، أحمد عنده القلب، ما ينفعش يجري زيكم ولا يلعب ولا يتنطط. المفروض بدل ما تبقوا معاه وتبقوا جنبه انتوا بتعملوا كده. راح زميله اللي كان بيتنمر عليه المدرس وقفه وقال له هل انت لو انت تعبان ينفع حد يجبرك ان انت تلعب وان انت تتنطط؟ وينفع لو حد عمل لك كده انت ساعتها هتتعب وتدخل المستشفى. انت عايز احمد يحصل له كده؟ قال له انا اسف يا استاذ، انا ما كنتش اعرف ان هو تعبان. قال له حتى لو انت ما تعرفش ان هو تعبان، ما ينفعش ابدا تتنمر ولا تسخر من زميلك في أي حاجة. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه بحاجة خاصة بيه، يعني ما ينفعش إن احنا نعمل كده. وده كله خلق ربنا. لو انت اتنمرت على زميلك أو سخرت منه أو قعدت تضحك عليه، انت كده بتضحك على خلق الله سبحانه وتعالى. قال له لا لا انا اسف جدا يا استاذ، انا اسف يا احمد ما تزعلش مني، وانا بجد اسف ليكم كلكم، وانا عمري ما هعمل كده تاني ولا هزعلكم ابدا. راحوا فعلا كلهم سقفوا له يا حبايبي، والمدرس كمان سقف له. وبكده يا حبايبي تكون خلصت حكايتنا النهارده. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو عجبتكم الحكاية، وكمان تعملوا لايك وتفعلوا الجرس. مع السلامة.